بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صفحتكم وقناتكم كلام في الكورة. النهارده هنتكلم عن مباراة جمعت بين النادي الأهلي ونادي فاركو، انتهت بفوز النادي الأهلي، فوز مستحق بنتيجة كبيرة جدا ونتيجة معتادة للنادي الأهلي مع مارسيل كولر، هي نتيجة 3-0. سجل الأهداف محمود متولي، سجل الهدف الأول، ومحمد شريف سجل الهدف الثاني، وعلي معلول من ضربة جزاء سجل الهدف الثالث. هنتكلم أول حاجة عن التشكيل اللي بدأ بيه مارسيل كولر للمباراة وطريقة إدارته للمباراة، وهنتكلم عن سير المباراة وعن الأداء من وجهة نظري وعن أفضل لاعبي المباراة. أول حاجة، النادي الأهلي بدأ المباراة بطريقة مكونة من 4-3-3. محمد الشناوي في حراسة المرمى، قدامه 4 مدافعين، محمود متولي وياسر إبراهيم قلبين دفاع، على اليمين محمد هاني، على اليسار علي معلول، قدامهم 3 نص ملعب، آه، القندوسي، حمدي فتحي، اليو ديانج. حمدي فتحي نص ملعب دفاعي، واليو ديانج والقندوسي عندهم برضو ادوار هجوميه وبيقوموا برضو بدور صناعه اللعب. قدامهم 3 في الهجوم، في المهاجم صريح محمد شريف، وعلى اليمين حسين الشحات، وعلى اليسار محمد الضوي كريستو اللاعب التونسي. بدأت المباراة، أول 10 دقايق من المباراة كان في حظر بين الفرقتين. النادي الأهلي كان لسه برضو ما دخلش أجواء المباراة، كان لسه ما ضغطش على نادي فاركو، كان في لعب محصور بين نص ملعب للفرقتين في أول 10 دقايق، لغايه بقى ما بدا النادي الاهلي يضغط. بدا النادي الاهلي عايز يسجل الهدف الاول، بدا النادي الاهلي يعمل هجمات خطيره، ولكن خطوره على استحياء كده، لغايه ما جه الهدف الاول عن طريق محمود متولي من ضربه حره مباشره لعبها علي معلول، عملها عرضيه لكن اخطاها حارس مرمى نادي فاركو، وقعت من ايده. ويحسب برضه لمحمود متولي في الهدف ده الفولو للكوره، وعملها بدماغه وسجل الهدف الاول. وسجل، ويحسب ليه برضه ان هو يعني عمل الفولو وخد الكرة من الحارس والمدافع وسجل الهدف الاول للنادي الاهلي عشان تبقى النتيجه 1-0. بدأ بقى الهدف ادى ثقة للاعيبه النادي الاهلي، بدأوا يضغطوا عشان يجيبوا الهدف الثاني وينهي المباراة ويطمنوا يعني للمباراة. بدأ النادي الاهلي يروح بفرص كتير على الجون، زي فرصة لحسين شحات تتألق فيها حارس مرمى نادي فاركو الصراحة، وكور كتيرة جدا في منتهى الخطورة، وجاب الهدف الثاني، هدف من تسديده حلوه قوي للقندوسي، لكن اصطدمت بحسين شحات ودخلت المرمى، لكن الغي الهدف عشان حسين شحات كان في وضعيه اوفسايد تسلل، فالغي الهدف. بدا النادي الاهلي يعني يهاجم ويضغط لغايه ما جاب هدف تاني عن طريق محمد شريف، هدف حلو قوي ملعوب قوي ما بين حسين شحات، لعبها في المساحه لمحمد شريف اللي يحسب ليه تحركه وكسره للاوفسايد والفينش الهايل على المرمى. سجل الهدف الثاني للنادي الاهلي عشان ينتهي الشوط الاول 2-0 للنادي الاهلي. النادي الاهلي في الشوط الاول كان عموما يعني اداؤه رائع جدا، وكان يعني عامل مباراه حلوه قوي يعني، وضاغط وعايز يسجل هدف واتنين، وكان له انياب هجوميه حلوه قوي. ولكن الحظ السيء في الشوط الاول ان في اول 10 دقايق خرج محمد الضوي كريستو ونزل مكانه طاهر محمد طاهر، فبقى طاهر على اليمين وحسين شحات بقى على الشمال. وحسين شحات برضه اتقن اللعب في الجبهه الشمال حلو قوي الصراحه، وكان عامل شغل جامد قوي ونشط الجبهه الشمال وهو ممرر الكره لمحمد شريف في الهدف الثاني. هو اصلا عموما احد نجوم النادي الاهلي عموما في الفتره الاخيره او فتره مارسيل كولر. وانتهى الشوط الاول 2-0 للنادي الاهلي. بدا بقى الشوط الثاني، شوط تاني مختلف تماما. نادي فاركو طبعا ما فيش شيء يبكي عليه، عايز يضغط وضغط على النادي الاهلي وهاجم، والنادي الاهلي طبعا حصل فيه تكتلات دفاعيه، لكن كان في انكماش دفاعي رهيب جدا للنادي الاهلي، وكان اتيحت للنادي فاركو فرص قريبه جدا لتذليل الفارق. واحد نجوم المباراه من وجهه نظري برضو محمد الشناوي، كان صاحي جدا مع هجمات نادي فاركو الصراحه، وكان مركز جدا في المباراه ومركز جدا في طلوع على الكور العرضيه. نتمنى الاستمراريه على هذا المستوى. وانقذ برضو كوره حلوه قوي في اواخر المباراه قبل هدف معلول الثالث من ضربه جزاء. النادي الاهلي برضو دخل المباراه عمل برضو شويه مرتدات كده يعني، وباغت نادي فاركو بالمرتدات في الشوط الثاني، لان الشوط الثاني كان يعتبر كله نادي فاركو هو اللي ماسك، عايز يهاجم عايز يسجل هدف متاخر 2-0 يعني، ما فيش شيء يبكي عليه خالص يعني. لغايه بقى ما جاب بقى التبديلات، خرج ياسر ابراهيم للاصابه ونزل مكانه مروان عطيه، ودخل ونزل برضه خالد عبد الفتاح عشان يبقى خالد عبد الفتاح الدفاع جنب محمود متولي، وعلى اليمين محمد هاني وعلى الشمال علي معلول زي ما هو.
وخرج بقى وخرج اسمه ايه ده نص الملعب ده، ونزل عمرو السولية، وخرج اللاعب الجزائري القندوسي، وبرضه نزل كهربا ولعب باتنين مهاجمين كهربا ومحمد شريف، وسحب طاهر ونزل خالد عبد الفتاح بالمناسبة. و- والنادي الاهلي قدر بعد كده يعني بعد الدقيقة 80 كده يفوق ويروح على الجون ويركز، وقفل دفاعاته بشكل كويس لغايه ما جه الهدف الثالث من كرة من ضربه جزاء. دخل محمد هاني وتوغل وخد ضربه جزاء وسجل علي معلول الهدف الثالث للنادي الاهلي. وانتهت المباراه بفوز النادي الاهلي على نادي فاركو بثلاث اهداف مقابل لا شيء. كانت مباراه حلوه قوي للنادي الاهلي، قدر فيها يحصل على اهم شيء الثلاث نقط. الاداء في الشوط الاول للنادي الاهلي كان كويس جدا. الشوط الثاني كان متوسط او تحت المتوسط بمراحل وتراجع شويه. نجوم المباراه بقى من وجهه نظري طبعا اولهم حسين الشحات، على تحركات حلوه قوي، بيفضي مساحات حلوه قوي وبيفتح مساحات وبيمرر تمريرات حلوه قوي للمهاجمين. وبرضه محمد شريف النادي الاهلي برضه اعتمد بشكل كبير على سرعاته وانطلاقاته وتحركاته وتفضيته للمساحات برضه، وسجل هدف حلو قوي برضه. ومن وراهم برضه محمد الشناوي اللي انقذ النادي الاهلي من فرص عديده جدا، وكان فايق ومركز وصاحي في هجمات نادي فاركو خصوصا في الشوط الثاني. وبرده كان في كوره انفراد حلو قوي صدها من شكري نجيب في الشوط الاول. وانتهت المباراه بفوز النادي الاهلي على فاركو 3-0. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في مباريات قادمه. وكان معكم محمد هشام كلام في الكوره.